السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. زي ما انتوا شايفين كده المطبخ بيضرب يقلب عندي، والعيال رامين حاجات ومبهدلين الدنيا كده زي ما انتوا شايفين. قلت ايه نوضب كده ونعمل فيديو كده، ايه نشاط وهمة كده، بحيث ان انت ايه تقومي لو كسلانة ولا حاجة، تقومي بسرعة كده وبكل نشاط وحيوية علشان تنضفي المطبخ بتاعك وترتبيه حلو كده زي ما انتوا شايفين. اول حاجة بدأت الم بواقي الاكل واحطها ايه في كيس على جنب، والم الاطباق والكوبايات والحاجات دي كلها علشان تتغسل بالصابون معايا. تمام زي ما انتوا شايفين كده، بلم واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. بفضل الاطباق من الحاجة وبعد كده احطها في الحوض علشان اغسلهم. وبواقي قشر اليوستفندي والحاجات دي ممكن على فكرة تستغل قشر اليوستفندي. لو عندك مشة او حاجة تغسليه كويس قوي، تغسلي قشر اليوستفندي كويس قوي قوي وتنشفيه، وكمان تحطيه على في برطمان المشة، او لو كان عندك مشة او جبنة قديمة ممكن تحطيه معاه، بيبقى طعمه تحفة تحفة. انا عملته كده وجربته وطعمه جميل جدا جدا. لو هتحطي كمان الفلفل الحراق برضو حلو قوي معاه وبيبقى طعمه جميل قوي. بس طبعا ما انصحش اللي هم عن ضغطهم عالي ان هم ياكلوه يعني كتير وكده، علشان هو بيرفع الضغط جامد. يعني نخلي بالنا برضو من الحكاية دي، علشان صحاب الضغط العالي دول هم يعني ما ينفعش ياكلوا اكل في اكل معين، ما ينفعش يقربوا منه، الا بقى لو هتحط له مثلا طحينة تهدي شوية، خيار، تقطعي خيار كده على المش ويبقى طعمه تحفة. مع الطحينة بتهدي شوية. زي ما انتوا شايفين كده بدأت اغسل المواعين زي ما انتوا شايفين واصفيها، احطها على جنب كده علشان تتصفى معايا. عاوزة كمان اقتراحاتكم، لان عندي الرخامة عندي لونها غامق اللي هو اللون الاسود، مخلية المطبخ غامق عندي وكده. فقلت ايه اجيب لها اي حاجة كده ايه تفتحها شوية، اللي هو الحاجات اللي بتلزق دي الحاجات اللي هي بتلزق دي. بدور على حاجة عشان يعني بدور كده في السوق على الوان تعجبني ان شاء الله. يعني نعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله. ونشوف لو عجبتكم اوكي. فكرة ان المطبخ يكون يعني مضلم شوية كده، لا يعني مش عجباني خالص، عايزة اعلي اضاءته كمان. ادوني اقتراحاتكم وان شاء الله باذن الله نعمل الحاجات دي كلها مع بعض ان شاء الله. في الوان طبعا بتتباع، اللون الذهبي ده برضو والسيلفر. انا بقترح برضو ممكن نعمل اللون الابيض، احط اللي هي الرخامة على الرخامة حاجات اللي هو اللون ابيض، بحيث ان هو يفتح المطبخ معايا شوية. لان الرخام الاسود بصراحة ما انصحش اي حد يعمله، علشان بيطفي الاضاءة كده. انا عندي لمبتين في المطبخ برضو، يعني تحس ان هو ايه برضو لسه ضلمة شوية. زي ما انتوا شايفين كده بغسل المواعين وبحطها اللي الصفا بحطه في مكانه علشان ما يزحمش الدنيا عندي. ودلوقتي جبت ايه اللي هو الماجيك ده بتاع الدهون، وجبت ايه الفلتر اللي هو بتاع الشفاط عندي، كان اتسد مني. بعمل الموضوع ده كل 3 شهور، بيكون اتملى عندي دهون او حاجات وكده. بس نخلي بالنا واحنا بنرشه علشان بوظ عندي الرخامة وخلاها ابيضت كده. حطيت عليه قماشة، حطيته على قماشة وبدأت ايه ارشه وكده علشان ابتدي انضفه من الدهون اللي عليه. ده سعره رخيص وحلو. تقريبا كان بحاجة و20 25 او ب30 حاجة كده يعني.
هبتدي امسح الازاز بتاع الشفاط زي ما انتوا شايفين كده، والحته اللي فوق دي طبعا بتبقى لما شويه دهون، فلازم امسحها كويس قوي او اول باول كده علشان الدهون ما تتراكمش وتبقى ايه. آه الدهون لما بتتراكم بصراحه بتبقى صعبه في ان انا اطلعها وكده. كل شويه ايه، كل يعني انا بصراحه كل شهر ولا شهرين كده ببتدي ايه ارش اجيب الماجيك ده اللي هو بتاع الدهون وارشه كده، وبيطلع لي طبعا الدهون لو كتير او حاجه زي ما انتوا شايفين كده. وعملت الفلتر اهو زي ما انتوا شايفين، بدعكه بالسلك اهو، سبته شويه وارش كتير طبعا واسيبه شويه علشان ياخد راحته وايه ويفك لي كل الدهون، ايه يفتت لي كل الدهون اللي موجوده على الفلتر ده. مش عارفه هي بتتغير ولا لا، لو بتتغير برضو قولولي في الكومنتات. لو بتتغير اشتريها من مكان معين، انا ما اعرفش والله، يعني مش ما اعرفش اشتري قطع غيار او حاجات زي كده للشفاط. بشطفه طبعا وبسيبه ايه يصفي ميته، وبعد كده بحطه في مكانه. لما يصفي ميته خالص وينشف بحطه في مكانه زي ما انتوا شايفين كده، بغسله اهو. طبعا ما ينفعش احطه بميته لان ممكن يكون فيه كهرباء او حاجه، ف ده غلط جدا. ما ينفعش، ان لازم يصفي ميته خالص ويفضل وقت كبير قوي بره، بحيث ان هو يصفي ايه الميه، وبعد كده نحطه في مكانه عادي جدا مفيش اي حاجه. خلصت الشمعات زي ما انتوا شايف خلصت اللي هي الفلتر بتاع الشفاط. اللهم صل على سيدنا محمد. خلصت الفلتر الفلاتر بتاعه الشفاط، وبعد كده دخلت على اللي هو المساند بتاعه البوتاجاز. طبعا بتبقى مليانه دهون، لو بتقلي بطاطس بتحمري حاجه معرفش ايه بيبقى كلها دهون، فلازم ايه اول باول برضو يبقى ايدك فيها علشان ما يتوسخش وتتراكم عليه ايه الدهون. زي ما انتوا شايفين كده برش كمان اهو في البوتاجاز علشان يطلع لي كميه الدهون الكتير اللي موجوده، عشان كنت يعني فضلت فتره كده كل يوم احمر بطاطس وما مسحش، امسح يعني ايه على الوش كده، امسح على الوش. لا قلت لا، لازم ايه بقى، لازم ايه البوتاجاز ده ينضف عشان انا ارتاح نفسيا ويعني وابقى كويسه كده. طلعته طبعا العيون وكل حاجه، ورحت ايه مسحت اللي هو السطح بتاع البوتاجاز اللي هو بيبقى مليان الزيوت والحاجات دي، وبواقي الاكل طبعا بيبقى فيه، والازاز وكل حاجه بتمسحيها بسلك كده، ومعاه كمان شويه صابون زي ما انتوا شايفين كده. العيون طبعا بتحطيها في ميه مغليه وبيكربونات وملح، ملح ليمون، ومعاهم كمان ليمون لو عندك بواقي ليمون اللي هي مثلا سواء بنعمل مثلا ينسون بالليمون بقى نص ليمونه معرفش ايه كده كده كده، بتجمعيهم كلهم وتغليهم في الميه مع عيون البوتاجاز. بتنضف جدا جدا جدا، مش متعبه ولا اي حاجه. لما تيجي تطلعيه بقى من الميه المغليه فبتدعكي كده بيطلع منك معاكي بسرعه وبسهوله، احسن من انك ايه تدعكي بقى بميه وكده، فمش هيطلع معاكي كويس قوي زي البيكربونات وملح الليمون والحاجات دي. جربيه وان شاء الله باذن الله هيعجبك. زي ما انتوا شايفين كده بدات اخلص البوتاجاز اهو، بدات امسحه بقى بقماشه وكده، ان شاء الله هيتلمع معايا ويبقى حلو قوي قوي. وجربوا الماجيك ده، هو سعره رخيص جدا، يعني في حدود من 25 ل30 جنيه كده يعني، بس بيقعد معاكي فتره ايه طويله. بدأت اخلص البوتاجاز اهو زي ما انتوا شايفين، ومسحته بالقماشة.
وبقى زي الفل. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنكون عن ازاي نفرش الرخامة ونغير لونها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي جديدة ان شاء الله باذن الله. هتوحشوني جدا جدا للفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير، مع السلامة.